البحث دي هيظهر لك الصورة بتاعت البروفايل بتاعت اي شخص، وتقدر ان انت تضغط هنا وتقدر تحملها عادي جدا بكل سهولة وبس كده. طبعا ده عندها طبعا انستجرام الايفون، النسخة ديت من الانستجرام فيها كل الخطوط بتاعت الايفون زي ما هو واضح دلوقتي. طيب دلوقتي ده شكل الخط اللي موجود، شكل الايفون طبعا ونفس الخط بتاع الايفون العريض. زائد كمان موجود في النسخة ديت ان انت تقدر تحمل اي صورة نازلة او اي ستوري نازل من الاستوريات دي كلها. تقدر تدخل على اي ستوري براحتك جدا عادي، وتقدر تنزل اي ستوري موجود. طبعا الميزة ديت مش موجودة في الانستجرام العادي. طيب وهنا كمان في اي صورة تقدر تنزل اي صورة موجودة او اي فيديو منشور مثلا. وكمان لو احنا جينا بدأنا دوسنا على الزرار ده كده، هتلاقي ان في الخطوط موجودة نفس خطوط الايفون وشكل الايفون موجود. وكمان لو جينا نجرب مثلا ان احنا ننزل الصورة دي كده، نضغط على الزرار ده كده ونقول داونلود. هو بيقولك دلوقتي لو عايز تنزل 5 صور اللي معروضين ولا عاوز تنزل الصورة دي بس. احنا مثلا لو عايزين ننزل الصورة دي نضغط عليها، قالك ستارت داونلود كده. بدأ ان هو ينزل لك الصورة اللي انت اخترتها بس، لان هنا في 5 صور تقدر تنزلهم كلهم مرة واحدة، وكمان تقدر برضو تنزل صورة واحدة من ضمن الصور اللي موجودة دي. طيب دلوقتي احنا لو جينا نفتح الاعدادات بتاعت النسخة ديت ونختار كده ونشوف الاعدادات ديت واحدة واحدة، وازاي نقدر نعدل فيها، وازاي نفهم الاعلانات ديت، الاعدادات ديت قصدي بتقول ايه. طيب دلوقتي لو جينا نفتح اول واحدة اللي هو داونلود هيستوري، هنفتح عليها كده. جاب لك كل الحاجات اللي انت نزلتها، الصورة اللي احنا نزلناها اهي موجودة يعني تمام. طيب لو فيديو هيجي لك كل الفيديوهات اللي انت برضو نزلتها. لو الفويس يعني انت عندك قدرة ان انت تنزل اي فويس اي حد بعته لك تنزله عندك على الجهاز ويكون موجود عندك على الجهاز. لو في اي فويس مهم ولا حاجة تقدر تعمله داونلود وهينزل عندك بكل الصلاحيات وهيبقى موجود كأنه موسيقى بالظبط. لو في فويس مهم ولا حاجة، فويس شرح لأي حاجة، كلام مهم محتاج ان انت تنزله تقدر تنزله. نفس الكلام برضو بينطبق على الفيديو. لو في اي فيديو مهم، فيديو عجبك، فيديو في اي حاجة شداك عاوز تتفرج عليها تقدر تنزلها، هتلاقيه موجود في الخانة دي. كمان الصور برضو نفس القصة، هنا الداونلودنج في اي حاجة انت نزلتها هتلاقيها موجودة هنا. طيب هنرجع خطوة لورا كده ونيجي هنا بقى على البرايفسي. البرايفسي ديت اللي هو الاعدادات بتاعة الخصوصية اللي بتبقى موجودة في قلب النسخة بتاعة الهونستا تمام. لو جينا نفتحها كده ونبص ونشوف ايه اللي جواها ونفهم احنا نقدر نعمل فيها ايه. دلوقتي ديت اعدادات، اول 4 دول ملهمش لازمة تمام. دي مجرد ازرار، لو انت دوست على اي واحدة فيهم هتبقى موجودة في الصفحة الرئيسية، بس احنا مش عايزين ان احنا نضيف الازرار دي بحيث ما يبقاش فيه اضافات كتيرة موجودة في الصفحة الرئيسية وتبقى صفحة سيمبل كده ورايقة. فانت تقدر تعدل فيها وتقدر تضيف الحاجات دي كلها، يعني متاح ان انت تضيف كل الحاجات اللي موجودة قدامك ديت بمجرد ضغط الزرار هتنضاف عادي تمام. هنا طبعا الايقونة بتاعت الرؤية ممكن تشغلها او تقفلها تمام. احنا نشغلها زي ما هي موجودة. طيب ايقونة اللي هو الشات بتاع اللي هو تخفي الشات او تظهر الشات تقدر تفعلها برضو بحيث ان انت تقدر تخفي الشاتات زي ما انت عايز، وبرضو تقدر تظهر الشاتات ديت تاني من الايقونة دي. طيب هنا الايقونة بتاعت القفل، لو انت تقدر لو انت عاوز ان انت تقفل البرنامج او النسخة بتاعت الانستا تقدر برضو تقفلها عادي جدا والدنيا تبقى تمام. هنا برضو تعمل سيت اب او تعمل باسورد للبرنامج بحيث محدش برضو يقدر يفتح الانستا غيرك، لان انت اللي هتبقى عارف الباسورد. طيب لو جينا نرجع خطوة لورا هنجيب بقى السمات اللي هي موجودة في قلب النسخة. طب ايه السمات اللي موجودة في قلب النسخة؟ نضغط عليها ونشوفها. طيب عندنا هنا حاجات كتير جدا، هنفهم ايه الحاجات ديت واحدة واحدة. اول حاجة هنفتحها كده بيقولك هنا في سمات كتير تقدر تعدل فيها. ده السيم الديفيكالت اللي هو العادي اللي هو بيبقى موجود في اي نسخة انستجرام، اللي هو السيم الفاتح او السيم الغامق دول موجودين. طيب لو احنا مثلا عايزين نحط اللون الاصفر مع اللون الاسود هيبقى شكل النسخة، لو دوسنا عليها هيبقى شكل النسخة اصفر في اسود. بس لازم ترستر النسخة قبل ما تفعل او قبل ما تختار الاختيار ده تفعله، وبعد كده تروح تعمل ريستارت للنسخة هتلاقيه يشتغل معاك بكل كفاءة. طبعا ده وضع الدارك مود لو انت حابب ان انت تخلي شكل النسخة بتاع الانستا شكلها دارك، وفي ناس بتحب تعمل الموضوع ده. تالت حاجة ان انت تغير الباك جراوند بتاع الشات، يعني او تكون بتكلم اي حد تروح جاي مغير الباك جراوند اللي موجودة. طبعا الميزة ديت والمميزات دي كلها مش موجودة في الانستا العادي. هنا تقدر تضغط عليها وتختار الصورة اللي انت عايزها وتخليها باك جراوند لأي شات انت عايزه. طيب الايموجي بتاع النسخة لو انت جيت فتحتها كده هتلاقي فيه ايموجي كتير. هنا الايموجي الديفيكالت اللي هو العادي اللي انت ما تقدرش
تغيره، اللي هو الايموجي اللي هو موجود في اي حاجه من غير اي تعديل. طيب هنا بيقول لك الايموجي الاي او اس بتاع الايفون انت تقدر تختاره وتفعل الايموجي ده. طيب هو بيقول لك ايه؟ لازم تعمل ريستارت للاب بحيث ان الحاجات اللي انت عدلتها او الاضافات اللي انت ضفتها تتطبق على النسخه. يعني انت عشان تعمل اي حاجه من هنا تعمل كل الاعدادات مره واحده، بعد كده تروح جاي قافل التطبيق وفتحه تاني وتضغط على كلمه اوكي. طيب نيجي بقى للخطوه اللي بعد كده اللي هو خط الايفون. نعمل خط للنسخه، هتضغط عليها هتلاقيه جاب لك كميه خطوط رهيبه. هو هنا بيقول لك اوريجينال فونت، يعني الخط التقليدي او الخط الطبيعي اللي هو بيبقى جاي بيه النسخه. تقدر تضغط عليها وتفعل الخط اللي انت عايزه. طبعا هنا بقية الايموجي موجودة. طيب لو جينا بصينا هنا بقى هتلاقي كمية خطوط رهيبة تقدر تختارها. يعني كل خط من الخطوط دي انت تقدر تختاره وهتطبق بيه النسخة كلها، هتبقى بنفس الخط اللي انت شايفه ده. تمام. انا هنا مختار الخط الايفون اللي انا مختاره هنا، اللي هو خط الايفون العريض زي ما هو واضح قدامك كده، ده انا مفعله في النسخة عادي. تمام. هنا تحط الستوري، لو انت مثلا عايز تعمل خط للستوري تطلع لفوق كده وتختار الخط اللي انت عايزه برضو، وتختار الخط اللي هو هيظهر لك انت في الستوري. طيب هو بيقول لك هنا في الايقونات اللي بتبقى موجوده فوق، انت عايز تختار الايقونات اللي هتبقى ظاهره لك ولا مش هتبقى ظاهره. شوف انت حابب ان انت تظهر ايقونات ايه ومش حابب تظهر ايقونات. انا مثلا مش حابب ان انا اظهر الايقونه بتاعه الفلتر، مش عاوزها. تمام. الايقونه بتاعه الجوست برضو انا مش عايز غير الايقونه بتاعه الدارك مود واللايت مود اللي اقدر اعدل فيهم، دي الايقونه اللي انا عاوزها. طيب لو جينا نرجع خطوه لورا كده وجينا نختار سبيشال فيوتشر وجينا نفتحها كده، هنا بيجيب لك كل الحاجات اللي انت تقدر تعدل فيها بقى في النسخه يا باشا. هنا اهم حته ممكن توصل لها. تمام. اول حاجه بوست داونلود. هنا بيقول لك انت عايز اي بوست نازل تقدر تنزله ولا لا. تقول له طبعا موافق وتفعلها بحيث يجي لك اي بوست او اي صوره او اي حاجه حد منزلها تقدر تعمل لها داونلود بكل سهوله. طب الستوري نفس الكلام، اي ستوري نازله تفعل اللي انت تنزلها بحيث يظهر لك علامه التنزيل فوق كده. اي ستوري نازله عجبتك، اغنيه، صوره، اي بتاع، تقدر تنزلها من الستوري. هنا المسج ميديا داونلودر، لو مثلا انت بتكلم حد بعت لك صوره، بعت لك فولدر، بعت لك اغنيه، بعت لك فيديو، اي حاجه تقدر تنزله. تمام. الباقي طبعا انتوا عارفينه، يعني بقيه الاعدادات طبعا كلها واضحه، مش محتاج ان انا يعني اقول فيها حاجه. تمام. طيب دي بقيه الاعدادات طبعا تقدر تعدل فيها انت زي ما انت عايز بحيث ما يطولش وقت الفيديو، ما يكونش وقت الفيديو اطول من كده. طيب نرجع خطوه لورا كده. سيتنج باك اب، اللي هو انت لو عاوز تعمل نسخه احتياطيه للبرنامج او للحاجه اللي موجوده او الداتا اللي بتبقى موجوده في قلب البرنامج، ولو عاوز تعمل لها استعاده بتعمل لها استعاده برضو من هنا. يعني هنا نسخه احتياطيه وهنا تعمل الاستعاده. طيب نرجع خطوه بقى لورا. هنا طبعا الاباوت بتاع البرنامج ده، طبعا لو انت عاوز تتوصل هنا تقدر تدخل القناه بتاعه التليجرام، وهنا تدخل الجروب، وهنا تشوف لو في اي تحديثات تانية متاحه ولا لا. تمام. طيب كده يعتبر احنا خلصنا كل حاجه في قلب النسخه بتاعت الانستجرام. رابط النسخه ديت هيكون موجود في وصف الفيديو وهيكون موجود في الكومنت المثبت، وطريقه التحميل هتكون برضو موجوده في وصف الفيديو وفي الكومنت المثبت. تقدر تشوف الفيديو بتاع طريقه التحميل، هتقدر تحمل النسخه دي بكل سهوله بنفس الشكل اللي انت شايفه ده، بنفس الامكانيات اللي موجوده دي، وتقدر تعدل في الشتات وتقدر تعدل في كل حاجه. وده شكل البروفايل اللي بيبقى موجود. شكل طبعا نفس الخط، لو تلاحظ في الخط بتاع الايفون هتلاقيه نفس الخط اللي موجود، خط ايفون عريض. وكمان من هنا طبعا تقدر تضغط على علامة الاستفهام، علامة